السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة إجراءات واستشارات قانونية. الموضوع اليوم اللي غادي نتكلم عليه هو الموضوع ديال الملف الجنحي. كيفاش تعرف الملف ديالك ديال الجنحي فين تأخر وباش تحكم؟ بالنسبة الرموز ديال الجنحي راه كاينين جوج رموز. هاد الحلقة نخصص لكم على الرمز الأول ديال الجنحي العادي. بالنسبة للناس اللي كيبحثوا على الملفات ديال الجنحية، كالعادة قبل ما نبدا كما وريتكم في الحلقات السابقة، كنديروا محاكم أو بوابة محاكم، وكتعطينا هاد اللائحة هادي اللي كما كتشوفوا معايا، كتعطينا هاد الواجهة هادي. من كان تعطينا هاد الواجهة كنمشيو مباشرة كما وريتكم في الحلقات السابقة. أنا كنعاود لهاد الطريقة حيت كاين الناس اللي ما شافوش الحلقات اللي كنت درت قبل، ما كيعرفوش كيفاش كيبحثوا على الملفات ديالهم. كالعادة غنوريكم الطريقة. كندخلوا كما كنوريكم، كنكبر لكم الصورة باش تشوفوا في عن كليكي وفي عن دخل. كديروا متابعة ملفات، كنكليكيو عليها وكتعطينا هاد الواجهة هادي اللي كتشوفوا معايا، هي هادي. الناس اللي كيقلبوا على الملف ديالهم ديال الجنحي كيجيبوا الرقم ديالهم ويجيبوا الرمز، لان الرمز ضروري حيت هو اللي كيوريكم الملف ديالكم فين تاخر وباش تحكم. هانتوما كتشوفوا معايا كالعاده كما وريتكم في الحلقات السابقه. الناس اللي ما عارفينش الطريقه كيفاش، راني دايره واحد الحلقه اللي موضحه كل شيء، طريقه كيفاش تبحثوا على الملفات ديالكم في المحاكم ديال المغرب. بالنسبة للطريقة كالعادة كندخلوا نعمروا هاد المربع هذا، كنعمروا فيه المعلومات ديال الملف ديالنا. بالنسبة للناس اللي عندهم الرقم كيديروا هنا الرقم ديال الملف. مثلا ندير هنا، عفوا سمحوا لي، نديرو رقم الملف 44 14. نجيو هنا، هذا هو الرمز اللي انا غادا نديرو. هاد الرمز ديال الجنحي العادي كنديرو 2101، وكنجيو هنا وكنديرو السنة اللي فيها فتحتو فيها الملف ديالكم. انا كنحاول نكبر لكم الصورة باش تعرفوا شنو كندير انايا، باش تسهل عليكم الطريقة ديال البحث. غندير 2023 اللي هي هادي. كندوزو المحاكم استئناف، كنكليكيو على المربع وكيعطينا هادو محاكم الاستئناف اللي في المغرب. انا غندير بالنسبه ليا غندير محكمة استئناف بالقنيطرة، كنكليكي عليها. هنا في هاد الخانة، هاد المربع هذا ضروري كنكليكيو على هاد الخانة بالازرق باش كتعطينا مباشرة كتصيفطنا المحاكم الابتدائية. بالنسبة للناس اللي عندهم محكمة اللي عندهم الملف ديالهم كيروج في المحكمة الابتدائية، راه ضروري خصكم تكليكيو على هاد المربع الازرق اللي انا كليكيت عليه باش كيعطيكم هاد المربع هذا اللي كديروا المحاكم الابتدائية. انا غنكليكي وغندير محاكم الابتدائية. مثلا انا المحكمة الابتدائية اللي تابعة الاستئناف غندير المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، هي هذه محكمة ابتدائية ديال القنيطرة تابعة لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. كنجيو هنا كنديرو بحث، غنديرو في هذا المربع الازرق هذا اللي هو هذا كتشوفوا معايا، غنكليكيو عليه باش يدخلنا الاجراءات ديال الملف ديالنا اللي كيروج في المحكمة. هانتوما كتشوفوا معايا، هذه هي هادو هما الاجراءات ديال الملف ديالنا. هانتوما كتشوفوا هادو هما
الإجراءات. كيطلع ليكم ملف شنو دار فيه، واش تحكم، واش تأخر، واش فيه شي إجراء اللي خصو يدار، يعني المعلومات كاملة كتطلع ليكم في هاد الخانة هادي. هنا في هاد الملف فيه يُعاد وتأخر ل23/1/2024. هاهما الجلسات هما هادو اللي راج فيهم هاد الملف، هانتوما كتشوفوا معايا هما هادو. وها القسم الجنحي هانتوما كتشوفوا، يعني كيعطيكم المعلومات كاملة ديال الملف ديالكم، شنو دار فيه، واش تحكم، واش تأخر، واش فيه شي إجراء من غير يعني قبل ما يتحكم. يعني هاد نهضر لكم على هادشي قبل ما يتحكم، حيت من كيتحكم الملف صافي كيسالي، يعني هاديك الساعات كيشوف الإنسان من بعد. يعني نهضر معاكم في هذا الموضوع من كيتحكم الملفات ديال الجرحية، شنو خصو يدار وشحال الآجال اللي خصو يعني باش يستأنف الإنسان. هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد الملف، ملف ديال الجنحي العادي اللي كيروج في المحكمة الابتدائية، يعني في الابتدائية ديال المدينة اللي نتوما ساكنين فيها. هادشي اللي كاين، وكنتمنى نكون كنفيدكم بهاد المعلومة، وإلى موضوع آخر إن شاء الله. مع السلامة.